طب تصدقيني؟ انا مش عايزه اتكلم والله يا دكتور. طب تصدقيني؟ حضرتك عارف يعني انا مش عايزه اتكلم. تصدقيني؟ اتفضل. انا في نفس الدكتور مرسي يقع، ما حدش مخيل لا انا كمان نفسي جدا. والله العظيم أنا انا نفس امنيه حياتي، وبدعي من ربنا كل يوم الفجر اقول يا رب يقعد الدكتور مرسي اطول فتره، علشان اللي راحوا يصيفهم لو واحد فيهم هوب ناحيه المصيف هيتعلق من رجليه هو واولاده ومراته. هي هتيجي على قد كده. واللي نام في بيته وما نزلش الانتخابات وقاعد في البيت يقول لك احنا مع الدوله الوسطيه، وهو قاعد يدوق الامرين. واللي قال قاطع. واللي قال قاطع يضرب نفسه 60 جزمه. تقاطع لمين يا جاهل؟ ما هي مقاطعتك دي يقول لك انا هنتج النظام القديم. يا اخي ده شفيق لو كان جه هم 4 سنين وكان هيبقى خايف مرعوب، يقول لك هنتج النظام القديم. انا هبقى الثوره عملت فيها ايه؟ انا يكفيني انهم سرقوا منهم الميدان. ها؟ يكفيني. طب خلي واحد ان فيهم. جماعه الاخوان المسلمين سرقت الميدان من الثوار، والثوار ما فيش واحد فيهم بيطلع دلوقتي بسمع حس واحد فيهم. طب خلي كلهم طب الراجل فيهم يروح عند الميدان. الراجل اللي بيقول انا ثوري واعمل كده وكان جاي يزقلنا بالطوب واحنا عايزين نطرد السفيره الامريكيه، يروح عند الميدان. يلا انا بقول له ما فيش الكلام ده. ما يقدروش. فطبعا يعني خدوا على قفاهم وصعبانين عليه، لانهم خدوا على قفاهم وخلوا البلد تاخد على قفاها معاهم.